كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه مضمونه ومجربه 100%. انا كنقول لكم 100%، يعني انا نعطيكم حاجه اللي مجربه وشفت منها نتائج. ما نشاركش معكم اي حاجه، يعني جيت وقلت لكم وصفه، نعطيكم وصفه اللي مضمونه ومجربه وغتلقاو منها نتائج ان شاء الله غتبهركم، وغادي تدعيو معايا ان شاء الله بشي دعوه زوينه. واكيد انه بالاستمراريه، يعني ماشي ديريها مره واحده ولا جوج وتقولي لي لا راه ما صدقاتش، لا وهي كتكذبي، لا هادشي بالاستمراريه. اي حاجه بالاستمراريه عاد كتبان النتيجه ديالها. فاش كنقول لك النتيجه ديالها يعني ماشي ديريها مره سيمانه جوج سيمانات تقولي لي ما شفنا والو. استمراريه البنات، استمروا ان شاء الله تلقاو النتيجه اللي نتوما باغيين. هاد الوصفه هذه هي وصفه ديال الصدر. ما كنعرفوا ان الصدر مهم، يعني عنده فوائد كثيره للبشره والشعر، وان شاء الله غنشارك معكم هاد الوصفه هذه. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه هذه كانت عطاتها هي جده الله يرحمها في هاد النهار والساله، هي اللي كانت قالتها ليا، ولقيت منها نتائج من بعد ما درت واحد الكارثه في شعري. يعني كان شعري كحل، مشيت للصفر نيشان، ولا شعري بحال السبيب ولا كيهبط، يعني طاح ليا الشعر ديالي كامل ولا بحال السبيب، حالته حاله جيكس. مهم مرضت فيها وجاني واحد الاكتئاب بزاف، لان كان شعرك زوين وفرمشات عين خسرته ودرت ليه داك الصفر المنعون، كنقول ليه انا الصفر الملعون. صافي تما دمرت لي الزابه ديالي، ولا شعري حالته حاله. من بعد كنت كندير ليه واحد الزيوت. الا بغيتو نشارك معكم هاد الزيوت خليو لي كومونتير، كانوا كومونتيرات بزاف شاركها معكم، ما كانوش ما نشارك معكم والو، يعني لما نشارك الا كانوا كومونتيرات بزاف والله الا نشاركها معكم. وهاد الزيوت كنديرهم ولقيت منهم نتيجه هما واعرين، يعني كنديرهم هما هاد الوصفه هذه. صافي ما نطولش عليكم، خليكم حتى الاخر. والبنات واحد الملحوظه، يعني هاد الوصفه هذه خاصك تكوني مداومه عليها، ماشي ديريها مره واحده ولا جوج تقولي لي لا كتكذبي علينا، لا ما صدقاتش، لا مداومه. كنقول لكم مداومه ان شاء الله غتلقاو فيها النتيجه اللي غادي تبهركم ان شاء الله والله. وغادي تجيو عندي في الكومنت تقولوا لي شكرا بزاف. المهم كنبغي منكم شي دعوه زوينه ودعوه جدتي الله يرحمها، وصافي هادشي اللي باغا منكم. المهم ما نطولش عليكم الفيديو باش ما يجيش طويل، خليكم متبعين الوصفه حتى الاخر الله يبارك ان شاء الله. اول حاجه حطيت الكسرونه فوق البوطه وغنزيد الماء، يعني كاس ديال الماء كبير، وغنخليه يغلي مزيان. صافي من بعد ما غلى الماء كيف ما كتشوفوا في الفيديو، غادي ندوز للخطوه الثانيه اللي هي البصله بالقشور ديالها. البنات سمعوني مزيان، البصله بالقشور ديالها. كيف ما كنعرفوا ان القشور ديال البصله تا هما عندهم منفعه زوينه، يعني غتهزوا بصله تغسلوها مزيان يعني من هذاك التراب اللي كيكون فيها، وتحطوه في الكاسرونه كيف ما كتشوفوا. من موراها هزيت الثومه نفس الشيء، كنغسلها بالقشور ديالها وكنقطعهم على جوج، وغادي نحطهم حتى هما معاهم يغليو. من موراها هزيت اكليل الجبل، هو هذا، يعني غير هزيت شي 3 ديال الجذوره ديالو وغسلتهم وحطيتهم، يعني لا تكون فيه شي غبره ولا شي حاجه، وحطيتهم حتى هما يغلاو معاه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد ما حطيت اكليل الجبل غنحط دابا القرنفل. هذا قرنفل مطحون، ممكن تحطوا حبوب الا عندكم، انا حيت عندي متواجد غير اللي مطحون. نتوما ممكن تستخدموا اللي كيكونوا حبيبات، ماشي مشكل، راه نفس المفعول، يعني ما كاين حتى شي اختلاف. غير انا حيت كان عندي مطحون هو اللي جاز عندي في المنزل، هو اللي استخدمت في الفيديو. صافي هنايا البنات طفيت عليه البوطه وخليته حتى يبرد على خاطره، يعني ويطلق دوك المكونات يطلقوا المفعول ديالهم، ومن تما غادي نستخدموه. يعني خليه واحد ثلث ساعه نص ساعه كاع، يعني تحسوا به برد، ونستخدموه ان شاء الله مع الوصفه اللي غنوريكم دابا. صافي هنايا جبت زلافه، يعني ممكن تجيبوا اي حاجه، يعني طاسه ولا شي حاجه اللي غديروا فيها الخلطه كامله. انا دايره هاد الزلافه هادي هي اللي نخلط فيها المكونات بجوج. صافي هنايا هزيت الصفايه فاش نصفي داك الصدر. كيف ما كتشوفوا انني شريته من عند العطار مطحون، يعني من الاحسن يطحنوا لكم هو، حيت هما عنده ديك الماكينه يعني كطحن مزيان. صافي درت هنايا غير 2 معالق، راه 2 معالق وكافيين وشايطين، يعني الا كنتو نتوما كثار 2 معالق، الا كنتي غير بوحدك ديري معلقه واحده راه كافيه ليك والله. يعني باش ما يكونش ضايع، وراهي وحده راه كتخلف. نتوما غتشوفوا انا ندير دابا 2 معالق حيت حتى خوتي غيديروا معايا، وغتشوفوا ان الوصفه غادي تخلف ان شاء الله، وغتشوفوها بعينيكم.
صافي من بعد ما غربلت السدر دابا راه موجود باش اننا نستعملوه على شعرنا. مشيت جبت واحد القرعه خاويه يعني باش نصفي فيها داك الماء اللي كنا درناه في الاول. غنصفيه هنايا، غادي نعمر القرعه يعني باش نعاودو نستخدموه ونخلطوه مع السدر. صافي دابا هنايا غادي نخلط المكونات يعني من ديال الاول ديال البصله واكليل الجبل والثومه والقرنفل. وغنخلطهم مع السدر الغبره ديالو، ها نتوما كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا مشيت جبت ضراب كهربائي وانا كنخلط المكونات بجوج يعني بشويه بشويه حتى كنحصل على الخليط اللي باغا انا. من الاحسن تستعملوا الخلاط الكهربائي باش تجنس لكم المكونات بجوج وما يبقاوش عندكم دوك الكوتا اللي كيكونوا من الوصفه، ما يبقاوش يعني تولي الوصفه يعني سهله الاستعمال وما تلصقش لكم في الشعر ديالكم. هانتوما تبعوا معايا. صافي بقيت كنضرب فيه حتى كيطلع. وانا كنزيد الماء يعني انا كنخلط مزيان وكنزيد في الماء. صافي ملي كنشوفوا انه متجانس مزيان وانه اللون ديالو كيتغير، هانتوما كتشوفوا ان اللون غادي وكي يعني من الاخضر غامق هيولي اخضر غير مفتوح، يعني غيتفتح ليه اللون ديالو من ثم غيكون يعني جاهز للاستعمال. صافي كيف ما كتشوفوا ان الوصفه ديالنا جاهزه باش اننا نستخدموها. هذا هو القوام ديالها. يلا دابا نطبقوها على الشعر ديالنا. انا رجعت لكم باش نوريكم الطريقه كيفاش ديروها على شعركم. اول حاجه مشط شعري، يعني شعري كنت اصلا دايره ليه زيوت من الليل يعني خليته حيت هاد الوصفه هذه كتنشف الشعر ومن الاحسن ديروا زيوت. الا بغيتو نشارك معكم هاد الزيوت خليو لي كومنت قولوا لنا شاركي معنا الزيوت ان شاء الله ندير لكم فيديو. صافي هنايا انا كنوريكم الشعر ديالي بلي انه مزيت مزيان يعني مزيت حيت هاد الوصفه هذه كتنشف يعني ضروري الزيوت. صافي خديت هاد اللعيبه هذه يمكن شريتها بشي 10 دراهم 260. غندير ماساج خفيف للفروه الراس كيف ما كتشوفوا. غادي ندير مزيان باش هاد الوصفه هذه يعني تجانس ليا مع الجلده يعني باش يتحلوا ليا المسام وتستقبل ليا هاد الخلطه هذه. صافي كندير هكا ماساج خفيف لمده 5 دقائق. مده 5 دقائق راه كافيه وشايطه يعني خاصنا غير نديرو شويه المساج خفيف وصافي. دابا غادي نطبق الوصفه كيف ما كتشوفوا انني كنحطها غير على الجذور. ركزوا ليا على الهضره ديالي، قلت لكم غير على الجذور فقط يعني ما ديروش الاطراف ديال الشعر، غديروهم غير الجذور يعني باش تستفد منهم الجلده ديالك. هانتوما كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وفي نفس الوقت كنديروا واحد المساج بيدينا خفيف باش هذيك الوصفه تدخل مزيان مع الجذور ديال الشعر ديالنا ومع الجلده ديالنا باش تستفد منها مزيان. ومن الاحسن تلبسوا شي تيشورت قديمه ولا شي بوتي قديم يعني باش الا طاحت لكم شي حاجه على الحوايج ديالكم ماشي مشكل يعني باش تصل. صافي نتوما كما كتشوفوا كندير المساج خفيف للفروه الراس بحال هكا مزيان شعري كامل تنحس به انه كله تغلغل بديك الوصفه يعني من الجذور يعني كنحس بها فازقه يعني البشره ديالي كامله كنحس بها انها فازقه. صافي راه تما كاينه راه يعني الوصفه راه مزيانه. ومن هنا نيت كنديروا ماساج يعني ماساج هكا خفيف يعني انا كنطبق الوصفه ومعاها مساج خفيف وان شاء الله غتشوفوا النتيجه اللي غادي تبهركم ان شاء الله وغتعجبكم وغتشكروني عليها. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنمشط شعري مزيان يعني باش تدخل ديك الوصفه مزيان مع الجذور ديالي مزيان يعني نحس بهم دخلوا وتجانسوا مع شعري. صافي كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا وريتكم الزيوت اللي تقدروا ديروا مثلا هذه زيت ديال الكوكو وهذا زيت ديال اللوز حتى هما زوينين للشعر. انا اصلا كنت دايره زيوت اخرين يعني ديك التخليطه اللي قلت لكم ديال الزيوت اللي دايره ليا ماما هي اللي كنت دايرها ليله قبل وصافي بغيت نشارك معكم هادو. صافي هنايا غادي نجمع شعري باش ندير ليه ميكا. هانتوما كيف ما كتشوفوا ولا سلوفان نفس الشيء اللي عندكم متوفر ديروه. انا درت هنايا غير ميكا وغنخلي شعري هكا. صافي من بعد ما درت ليه الميكا غنخليه 2 سوايع وغنمشي ندوش يعني 2 سوايع راه كافيه. صافي هنايا من بعد ما غسلت شعري غنستعمل هذا البديل ديال الزيت ديال السيفلي من لوريال هو اللي توافق ليا مع شعري. ممكن نتوما تستعملوا اي بديل زيت عندكم اللي كتستعملوه ماشي بالضروري انكم ديروا بحال ديالي. صافي غنديروا هي الاطراف ديالي وغنشف شعري ونوريكم. دابا غنستعمل هذا السيروم هذا ومنها نيت كيحمي الشعر من الحراره. صافي وغنشف شعري شي شويه كيف ما كتشوفوا.
صافي هنا نقول لكم سلام الفيديو، ونتمنى انكم استفدتوا معايا من هذا الوصفه هذه، وكنقول لكم انها مضمونه يعني 100%. وان شاء الله من بعد يعني من المداومه، ماشي مره ماشي جوج، يعني ان شاء الله مع المده غتشوفوا نتائج اللي غتكونوا نتوما باغيينها واللي تكونوا راضيين عليها ان شاء الله. واللي يخيبنا واللي غنطلب منكم هو شي دعوه زوينه، وإلا جربتوها خليو لي كومنت انكم جربتوها ولقيتوا نتائج. وصافي ما نطولش عليكم ونقول لكم بيزويات، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله بافكار جديده وبفيديوهات جديده. يلا تهلاو.